الأسد الإفريقي يواصل زائره في نسخته 19. حدث عالمي يرفع شعار تعزيز التعاون العسكري المغربي الأمريكي والتبادل بين القوات المسلحة للبلدان المشاركة. تمرين اليوم هم عمليات المظليين بالقاعدة الجوية بن قرير. رشيد كن، عبد الفتاح الزوين ويوسف مزياني. بمشاركة طائرات عسكرية تابعة للقوات الملكية الجوية ونظيرتها الأمريكية، حلقت أسراب كثيفة من المظليين المشاركين في مناورات الأسد الإفريقي مغطين سماء ضاحية بن قرير. عملية الإنزال تم التخطيط لها مسبقا وتهدف إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني والتعاون بين المظليين من كلا الجيشين، حيث قامت العناصر بتنفيذ حركات معقدة تطلبت مهارات تطبيقية بتقنيات دقيقة. بدأ هذا التمرين بعملية إنزال للعتاد العسكري، كما نفذت وحدات المظليين التابعة لكلتا القوتين إنزالا جماعيا بالمظلات مرفقا بتمرين تكتيكي، مما دل على قدرة تنفيذ مناورات متنوعة في إطار مندمج. نشتغل بمعية الفريق المغربي، إنها تجربة جيدة، نتقاسم الخبرات في كيفية تنفيذ العمليات المشتركة. تواجدنا هنا تجربة رائعة، ونتطلع لاستكمال باقي مراحل تمرين الأسد الإفريقي. التمرين يشارك فيه اللواء الأول للمشاة المظليين بتجريدتين مكونتين من سرية مظليين خفيفة، وكذلك مجموعة للدعم التقني لمركز التدريب للوحدات المحمولة جوا. يشارك اللواء الأول لمشاة المظليين بتجريدتين مكونتين من سرية مظليين خفيفة، وكذلك من مجموعة للدعم التقني التابعة لمركز التدريب للوحدات المحمولة جوا. وتقوم هذه المجموعة من تقديم الدعم اللوجستيكي الخاص وكذلك الإشراف الكلي على عملية الإنزال الجوية المقررة في جدول التدريب. تدريبنا بهذا الشكل تمنحنا القدرة على القتال والفوز معا. نحن أقوى حين نكون مجتمعين. شكرا على حسن الضيافة والفرحة لتقاسم هذا التدريب معكم. تمرين إنزال المظليين والعتاد نفذ بطريقة سلسة، إذ كان الهدف هو تقديم الدعم اللوجستيكي الخاص والإشراف الكلي على عمليات الإنزال المقررة في جدول التدريب. تشمل المشاركة الطبية العسكرية، تقديم إسعافات أولية ميدانية، بالإضافة إلى عملية الإنقاذ في حالة الطوارئ، وتهديف التمارين العسكرية والعمليات الطبية إلى تقوية قدراتنا الميدانية وتطوير التنسيق الطبي من أجل مواجهة كافة التحديات وتعزيز قدراتنا العسكرية تحت شعارنا الخالد الله الوطن الملك. يعمل فريقي بشراكة مع نظيره المغربي في مجال مراقبة العمليات الجراحية والسيطرة على الأضرار والإنعاش. اليوم التدريب تهم القفز بالمظلات، نعمل سوية لتشارك أفضل الممارسات. عملية الإنزال التي نفذت تعزز قابلية التشغيل البيني بين أفراد القوات المسلحة الملكية وعناصر الجيش الأمريكي، بهدف تمكينهم من جاهزية أكبر لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية. نتوقف لحظة عند إشكالية مطرح النفايات ببرشيد. المطرح يستقبل يوميا مئات الأطنان من النفايات، ما يتسبب في أضرار بيئية. ولمعالجة هذه الإشكالية اتفاقية وقعت ودراسة لإحداث مطرح جماعتي جديد. أمين هناوي ومحمد العروي. أكوام من النفايات تتراكم في هذا المطرح ببرشيد. المطرح الذي يمتد على مساحة تتجاوز 7 هكتارات بات يمثل خطرا على صحة السكان كما البيئة. أدخنة وروائح تسكم النفوس تؤرق الساكنة المجاورة. افتتحت اليوم في الرباط الدورة الثانية لمعرض معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. دورة هذه السنة شعارها مرونة المجال في مواجهة الأزمة المناخية، مقاربة متعددة التخصصات من أجل تنمية مستدامة. حنان أرسلان وسعيد جاسي. معرض الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في دورته الثانية فرصة سانحة للطلبة والمهنيين والمقاولين لخلق جسور التواصل قصد بلورة شراكة وتعاون مثمر. ابتداء من اليوم إلى غاية الساعة 5 من صباح يوم غد تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أمطار رعدية محليا قوية تتراوح بين 20 و 35 ملم، وتهم كل من الحسيمة، دريوش، مر يعقوب، شمال تازة و
تونات. إلى إقليم الرشيدية، حيث ساكنة الواحات تستفيد من برامج لتنقية أعشاش النخيل وحملات توعوية لتجنب أسباب الحريق في الواحات. وربورتاج لعماد أمسمير ومحمد الراشد. مع ارتفاع درجات الحرارة في هذه الفترة من السنة، تزداد المخاوف من اندلاع الحرائق بواحات الجنوب الشرقي لأسباب متعددة، لعل أهمها تراكم جليد النخيل بالواحات، مما يسهم في انتقال النيران بين الواحات، إضافة إلى أسباب أخرى. أهلا بكم. الإشادة تتواصل بجهود المملكة المغربية في إنجاح الحوار والتوافق بهدف تحقيق التسوية السياسية في ليبيا. المملكة العربية السعودية رحبت بما تمخضت عنه هذه الاجتماعات التي احتضنتها مدينة بوزنيقة، ونفس المنحى نحته العديد من التمثيليات الدبلوماسية المعتمدة في المغرب، وضمنها سفارات بريطانيا العظمى وإيرلندا وكرواتيا، التي أشادت بالدور الذي تطلع به المملكة من أجل إنجاح الحوار الليبي والتزامها القوي بالانتقال السياسي السلمي في هذا البلد من خلال العملية الانتخابية. جرت اليوم آخر اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، استحقاق اجتازه التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة وفق صيغ تم تكييفها لتيسير هذه العملية. والنموذج نرصده من مركز الامتحان الأمير لالا نزهة بالرباط مع خالد الأحمدي، حسن منظور وعادل معروفي. بخطى ملؤها التفاؤل ومحركها عزم على النجاح، يتقدم التلميذ هشام العلمي ومرافقته لاجتياز آخر اختبارات الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا. هشام تلقى. السلام عليكم، مرحبا أيها المتابعون. المنتخب المغربي يكتسح لبنان بالسداسية ويبلغ ربع نهائي كأس العرب بالسعودية. أجي نعرف التفاصيل. تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أمس إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في جدة بالمملكة العربية السعودية. وفاز المنتخب المغربي على نظيره اللبناني برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للنسخة السابعة من بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل القاعة بحصة 6 أهداف دون رد. وكان أسود الأطلس قد استهلوا مشوار الدفاع عن لقبهم كأبطال لكأس العرب بفوز عريض على منتخب جزر القمر بحصة 5 أهداف للا شيء. وبعد الفوز على لبنان سيختتم المنتخب المغربي دور المجموعات بمباراة ثالثة ضد الكويت يوم الأحد 11 يونيو، وتشارك في المنافسة هذه النسخة منتخبات السعودية والمغرب ومصر وليبيا والعراق والكويت ولبنان والجزائر وفلسطين وموريتانيا وجزر القمر وطاجيكستان. يذكر أن المنتخب المغربي هو الفائز بالنسختين الماضيتين لهذه البطولات العربية.